السلام عليكم على احلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مطبخ الامور. النهارده ان شاء الله مش هنعمل وصفه اكل او حلويات، هنعمل وصفه مهمه جدا والامهات كلها بتستنى الوصفه زي دي. لو اولادك عندهم برد او حاجه لازم تعملي الوصفه دي على طول. عندي هنا المكونات الوصفه: عسل ابيض، وده زيت حبه البركه. ممكن تجيبيه معلب جاهز بس انا ما لقيتهوش الصراحه فجبته كده. طبعا بس برضو لازم حد موثوق فيه والبضاعه عنده بتبقى بتتباع على طول. وهاخد نص يعني نص معلقه من عصير الليمون. هجيب الطبق او الحاجه اللي هحط فيها. طبعا الوصفه دي لازم تتعمل طازه اول باول. هاخد معلقه صغيره من العسل الابيض. طبعا كلنا عارفين فوائد العسل ومفيد جدا في ادوار البرد. تمام. وهجيب زيت حبة البركة، هاخد منه حوالي نص معلقة صغيرة بالشكل ده، هحطها على العسل. وهاخد برضو نص معلقة صغيرة من عصير الليمون. وزي ما انتم شايفين انا بعصر الليمون، لازم كل حاجة تبقى طازة. تمام. وهقلب الوصفة الجميلة دي معانا، والوصفة دي تتاخد على الريق الصبح قبل ما يشرب او ياكل اي حاجة، وما ياكلش ولا يشرب بعديها لمدة ساعة. دي بتعمل غلاف على الزور او الحنجرة. ما تخليش ادوار البرد تيجي، ودي تتاخد اول ما الطفل يحس بان البرد خلاص هيدخل عليه او يعطس او زوره يبتدي يحرقه. الوصفة دي جميلة جدا.